هلا حبايبي، احلى اكلات لروجين وايسر اكلات. هذه انتي لا تحسي باني انا برش رشة زيت كتير. هذه في البخاخ يدوب انها تغطي القدر بس من الاسفل. ححط البصلة، حسوي سبانخ، سبانخ، وحسوي صدور دجاج كل واحد لوحده. بس الآن السبانخ حفرم البصلة شرائح وممكن مربعات زي ما تبغي يا ماما. أحطهم على بعض، أحركهم كده وتتبل بسرعة وتتحرك. بس إنها تصفر ححط لها سماق. هذا الدجاج لوحده أنا حسوي صدور دجاج علشان الدايت. شفتي كيف عليه رشة هيل ومستك، أنزل مويته وشربها الدجاج لوحده. وهذا البصل حق السبانخ برضو حق دايت بسيط وخفيف. عندي 3 حزم سبانخ، حغسلها مرة طيب بالخل، أنقعها وأشيلها من البلاستيكة الأولى وأحطها في البلاستيكة الثانية السبانخ، وبعدين أقصقصها مربعات صغيرة، يعني الورقة تتقسم 3 أوصال. هذه صدور الدجاج طلي كيف. خلاص طلعتها من الموية، حقصقصها تقريبا. شفتي كيف كله سريع، ما في شيء يتأخر. شفتيها، ما هي الورقة بكبرها، لا الورقة تقريبا 3. شوفي هنا البصل هو بيحمر نفسه عبال ما أنا كنت أغسل وأقصقص السبانخ. حطيت له السماق، عندي نوعين من السماق، سماق مرة عودي يعطي لون للبصلة، وسماق الوردة نفسها مكسرينها تكسير، شايفتها كيف يعطي حموضة والطعم اللذيذ حق السماق. اهو اتحرك كله مع بعضه وهو حار حار كده. انزل السبانخ ال3 حزم اللي هذه شايفتها كثيرة وتقصقصت وتغسلت، حتصير بدقيقة واحدة شوية مرة قليلة. لا تحسبي اني انا بسوي كمية كبيرة، هذه ممكن تكفيكي 3 اشخاص بالعافية عليهم. شايفة بقى اقلب بسرعة لاني ما ابغى ينزل موية الصبانخ. ابغى شوفي رشة ملح، رشة ملح يعني دايما السبانخ يكون مالح، فانت تحطي راس الملعقة يعني ربع ملعقة صغيرة رشة الملح، وفلفل اسود ونصف ليمونة. شايفة السبانخ خلاص بدأ يخس. ليه انا ماني مغطيته؟ علشان لا ينزل الموية ويسوي انها ايدام، لا بس كده كل شوية اقلب. طولي قد ايه صار قليل يا امي، يعني كده طفلك يقدر ياكل بسهولة وتلاقي قليل وفايدته مركزة بالعافية على قلبكم. لا راح منه الحديد، لا تغير لونه. طليتي كيف؟ هذه صدور دجاج، صحن صدور دجاج عادي اتغسل مرة طيب، وبرضه بأغسل كل شيء في الخل. غسلتها في الخل وصفيتها من الموية طيب الصدور، وحطيتها على رشة زيت نفس الرشة اللي شفتيها. شوفي لما الليمون نزل بدأت الموية ودحين أبغاها تنشف. شوفي هذا منه طاوة عندي ومنه كأنها صينية فرن. فأنا لأنه الكمية قليلة حطيت راس الملعقة توم، وراس الملعقة كركم، وفلفل أسود، وفلفل أسود وملح. حنزل عليهم زبدية لبن، في ناس يسموها روب يا ماما. طيب هعصر عليها ليمونة، احركهم كلهم علشان ادهن وجه الصدور. الصدور دحين مرة مستوية، ورشة زيت زيتون عشان تأدي لتحميرة. هذه مرة تاكلي وتشبعي بالعافية انتي واولادك بدون ما يصير في سمنة في البيت ولا، واكل مفيد. شوفي
حطيت شوية من المرقة حقته، وحدخلهم كلهم الفرن. الصدور على قدك، يعني ل3 أشخاص هذه الوجبة، ومتكاملة، بروتين وخضار. شوفي كيف تحمرت بالعافية عليكم، وشوف السبانخ.